Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'atahaddatsu al-yawm 'anil film al-wasa'iki Astro Prima allazi yahmalu syi'aru qanatu as-sa'adah li'ailatika. Wa al-an Astro Prima taqdimu film al-wasa'iki Astro Prima. Astro Prima hiya qanatu televiziyuniyah Malaysia mamlukatu li syarikah Astro. Thumma italaqa fi 1 Yanari 2003. تعرض القناة برامج ترفيهية باللغة الملايوية مثل الدار أما والأفلام الكلاسيكية. الآن سأتكلم ما هو الفيلم الوثائقي. يعرض أسترو بريما مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على تاريخ ثقافة حياة المجتمع الماليزي. المثل suatu ketika Natra. Filem wasaiki yahki kisatun hayatu Natra Berta Hertog. Wahia fatatu min aslu wa linadi nasya'at fi ailatu muslimatu fi Malaysia. يروي هذا الفيلم الوثائقي الأحداث المثيرة للجدل التي وقعت في عام 1950 وثم بيسها في عام 2010. ثانيا متى التاريخ الوثائقي؟ أولا في سنة 2003 بدأت القناة بيسها تحت اسم بريما. في 1 فبراير 2003 التلفزيون الماليزي عبر الإنترنت بدأت قناة أسترو بريما ببث البرامج الملايوية. ثانيا في سنة 2007 بما في ذلك المسلسلات والأفلام التلفزيونية لتحلو محل البرامج الأجنبية التي كانت تبث في السابق معلومات المجرة. في سنة 2019 أطلقت القناة بثها بتقدية في 14 يناير 2019 بجانب قناة أسترو أواسيس ويكيبيديا. وأخيرا في سنة 2024 في 3 ديسمبر اندهمت أسترو بريما مع أسترو ورنا لتوسيع نطاق وصول جمهورها. الآن سأتكلم مع نوع الفيلم الوثائقي أسترو بريما. أولا الأفلام الوثائقية التاريخية والسيرة الذاتية. ثانيا قصة تاريخية وثائقية. ثالثا فيلم وثائقي عن الفولكلور. رابعا برنامج حواري. ما أهمية الفيلم الوثائقي أسترو بريما؟ أولا زيادة المعرفة والوعي. ثانيا تكريم التراث والثقافة المحلية. ثالثا تعزير القيم والأخلاق والأسرة. 4 تقدير مساهمة الشخصيات القديمة. 5 بديل ترفيه تعليمي. الآن ما تحديات الإنتاج الوثائقي؟ أولا قيود الميزانية. ثانيا بحث عميق. ثالثا صعوبة العثور على المتحدثين المصدرين. 4 قضايا حقوق الأنشر والمواد الرشيفية. وبعد ذلك ما مستقبل الفيلم الوثائقي عن أسترو بريما؟ أولا التركيز على المحتوى الوطني والقومي. ثانيا توسيع المساط والتنسيق. ثالثا التعاون مع الجهات الحكومية. 4 حسن جودة المحتوى. وخلاصة القول توفر عرض أعمق حول التاريخ والثقافة والمجتمع بالإضافة إلى القضايا الحالية التي تحدث في ماليزيا والمناطق المحيطة بها. فهو يقوم بتثقيف الجمهور فحسب
بل يزيد أيضا من الوعي بقيمة التراث وتنوع الهويات والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.